الو. ايوه. ايه اللي حصل؟ ازاي؟ ايه اللي جراله؟ التلاتة؟ دول 4 ولا 3؟ التلاتة عيانين؟ الحاجة؟ يا حبيبتي. ومين كمان؟ ومزوزة رخر مقيلة تعبان. ايه اللي تعب؟ عنده ايه؟ حتى الواد الصغير الطفل. يا حول الله يا رب، يا حول الله يا رب. عينه جات له. استرها من عندك يا رب يا قلبي. ربنا يحوش عنهم يا رب. والدكتور قايل ايه؟ دمهم غامق؟ ما هو دمهم غامق يا حبيبتي يبقى حلوين متغذين كويس. دمهم مش خفيف ولا حاجه اهو. ده الدم الغامق ده حلو. اه. هي بتسألهم بتقول لهم هم دمهم غامق ليه؟ عشان بياكلوا كويس. ماشي ماشي يا رب. بيطمنيني عليهم التلاتة. طمنيني عليهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. مساء الخير يا جماعة، عاملين ايه؟ أخباركم ايه؟ وحشتوني جدا جدا من الفيديوهات اللي عدت. عاملين ايه؟ النهاردة معانا حكايتين حلوين كده عاوزين نحكيهم مع بعضنا. أنا عاوزة بس أقول لأم شوشو. التلاتة عيانين يا ام شوشو. استنى بس، النقاب مش معدول على فكرة. التلاتة عيانين، يعني الحاجة عيانة ومزوز عيان ومزوز صغير عيان. ده عينه جات لكم اتحسدتوا ودمهم دمهم غامق. ما هو دمهم غامق من الغذاء. دمهم مش خفيف اهو. دمهم غامق يعني حلو كويس. ما عندهمش انيميا. بس هو عاوز كيلو لحمه وكيلو كبده. انت جبت له كيلو لحمه وكيلو كبده صح؟ بتحبها ملبسه كده حلو. والحاجه تعبانه ليه؟ لا الف سلامه عليك يا حاج. صدقيني الف سلامه عليك. ربنا يشفيك يا رب ويديك الصحه يا حاج. طب في حاجه يا ام جوشو، مش حرام يا حبيبتي كده تبيني الواد الصغير؟ ده نصيحه. ربنا يبارك لك فيهم ويدي العايز يا رب ويديهم لك الصحه. بس نصيحه لوجه الله، يعني معلش في الكلام. في ناس يا حبيبتي مش ضفر. حرام لما تطلعيه كده علني كده. حرام، ده لسه صغنن حتة لحمة لسه. ولا الترند يا جماعة، الترند اليومين دولت التعاب. ما هو في ترند الشقق، مش مرتاحة في الشقة دي. أنا مش مرتاحة في الشقة دي، أروح الشقة التانية. ده كان ترند. وترند طلع أعمل عمرة. ده كان ترند والكل راح يعمل عمرة. وترند أنا حامل، الكل بقى حامل. استنى، وترند إيه كمان؟ ده في ياما. المرة دي بقى الترند التعب. بس انت قلت كلمة حلوة قوي يا ام شوشو. قلتي الواد مش واخد على السقعة، الشقتنا تلج. يبقى انت هتروحي بقى الشقة التانية الدافية. هو صح كده؟ صح كده؟ صح. التلاتة عيانين، التلاتة. حرام حرام. ربنا يشفيهم يا رب. ربنا يشفيك يا حاجة يا رب. ويشفي زنزونة الصغير. ربنا يبارك لك فيه وربنا يبارك لك في عيالك. بس بلاش تعرضوا حاجات كده علني. حرام حرام لما تقولي ده عيان وده عيان وده عيان. ده ترند، ده ترند العيا. وعماله صوتي في وش الوليه. يا اختي هتخلص مني، يا اختي هتخلص مني، يا اختي هتخلص مني. هي مين اللي هتخلص؟ ما انت عاوزه تخلصي على الحاجه.
وانت جايباها تكشفي عليها ولا جايه تولولي عليها؟ آه. تعالوا بقى ايه، موحة، حب حماتك واكرهي مطبخك. حب حماتك واكرهي مطبخك. ايه يا موحة؟ وانت يا اختي ما كانش، معلش انت كنت قاعده على البلاط ليه؟ ما كانش في خالص مشايه تحطها في المطبخ؟ يا موحة، ما كانش في مشايه تحطها في المطبخ عشان تعملي المحشي عليها عشان ما تاخديش برد؟ هما كتبوا لك يا هما تعليق اللي انت خدت برد من البلاط. طب انت ما عندكيش ترابيزه صغيره كده تحشي عليها بدل ما تقعدي على البلاط؟ يعني انت ما عندكيش خالص سجاد خالص؟ يعني انت من يوم ما جبت الشقه المطبخ من غير سجاده؟ اه. انا يتهيألي يعني ان انت جايبه الشقه دي من زمان وجايبه فرش السجاد بقى لحماتك. ما جبتلكيش مشايه وانت جايه؟ ما جبتلكيش مشايه وانت جايه؟ يعني انت استحملت الساعه دي كلها وانت بتحشي او بتطبخي على البلاط؟ او بقى ايه ترند السجاد هيطلع اليومين دول، ترند العمره، ترند الشقق، ترند العيه، هيبقى ترند السجاد. دي جاب السجاد عشان المطبخ، تاني هتجيب سجادة عشان الأوضة، التانية هتجيب سجادة عشان الصالة. أصل الدنيا ساقعة، أصل الدنيا برد. قاعدة الأيام دي كلها في السقعة، ده انت كده تاخدي برد، يبقى عندك انفلونزا. لا إله إلا الله. وفرشتيها جميلة أوي السجادة، حلو، حلوة يا موحة، بجيبي لي واحدة منها. أنا هتصل دلوقتي بالشركة اللي أنا متابعة معاها تجيب لي سجادة زيها، هي عجباني. هتجيب لي مقاس صغير نص متر، هات له نص متر السجادة عشان الدنيا ساقعة جدا عندي، ساقعة. اه. مش عارفة انا، لا ما عنديش ترابيزة، لا. عندي الجو ساقع والمتابعيني انا صعبانة عليهم وبيقولوا لي انت كده تموتي من البرد، وانا هموت من السقعة، انا هموت من السقعة. جيب لي سجادة دلوقتي بس، جيبها لي من الغالي. اقفل السكة لقيت جايب لي السجادة. ماشي، يلا سلام. يلا الحقي بقى روحي اكشفي بدل ما يجيلك برد يا موحة، عشان انت غبت وقت جامد قوي على البلاط وكده ما يصحش. ده كان فيديونا النهارده، يا رب يعجبكم ان شاء الله، ولو عجبكم ما تنسونيش اللايك والشير والاشتراك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته مع فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم.